ايه العيشة المقرفة دي؟ وانا كنت اعزب كنت كويس، وهي تقعد تقول له انا اصلا انت مغصوب عليا، انا ما كنتش بحبك اصلا، انا واخدك كده وخلاص. 4 صفات لو ظهروا في العلاقة ما بينك وما بين زوجك فاحتمالية ان العلاقة ديت بنسبة كبيرة ان هي تنتهي بانفصال. رقم 1، النقد المستمر. النقد مش كله دايما غلط، لكن دول الاتنين نقد مستمر، هي عمالة تنتقده وهو عمال ينتقدها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ايه اللي انت مش عارفة عاملاه في نفسك ده؟ ايه صحابك البيئة دول؟ ايه صحاباتك المقرفين دول؟ نقد هدام، نقد مش بيبني، نقد مش بيساعد الشخص اللي قدامك انه يتطور، هو انتقاد عمال على بطال وانتقاص من قدر الشخص اللي قدامي. يعني هم مش بياخدوا بالهم ان هو بينقص من قدرها لما يقول لها لبسك مش حلو، او هي كمان بتنقص من قدره لما تقارنه بواحد من صحابه او بحد من الرجالة. كل ده نقد هدام، ده بيخنق العلاقة ما بين الاتنين. ليه؟ لأن كل واحد بيبقى عايز يردها للتاني، زي ما انت انتقدتني أنا كمان هنتقدك وهزعلك وهضايقك. عند ما بين الاتنين بسبب النقد الهدام المستمر. رقم 2، الازدراء. والازدراء هنا ان انا دايما بحاول اقلل من الشخص اللي قدامي على قد ما اقدر. اقول له مثلا ايه العيشة المقرفة دي؟ وانا كنت اعزب كنت كويس، وهي تقعد تقول له انا اصلا انت مغصوب عليا، انا ما كنتش بحبك اصلا، انا واخدك كده وخلاص. كلام كله كلام مضلم واحتقار للشخص اللي قدامك، وممكن كمان لا قدر الله توصل للشتيمة. وطبعا بعد الشتيمة بيبقى في مد ايد. فالازدراء دي من الحاجات اللي بتبوظ العلاقة، ان احنا تقعد ضغوطك اللي انت حاسسها تلقيها على الطرف اللي قدامك ومنتظر منه ان هو يقولك الله يسامحك. ما ينفعش، مفيش ازدراء في العلاقات، العلاقات كلها احترام، لازم نحترم بعض علشان المركب تمشي، علشان الدنيا تمشي. لكن العلاقة هتمشي ازاي واحنا كل يوم واحد فينا بيشتم التاني، كل واحد فينا ازدراء للتاني وتحقير من اللي هو بيقدمه، وانا كان نفسي اتجوز واحدة غيرك، وهي تقول انا كنت بحب واحد تاني، يا ريتني ما عشت معاك، ده ايه العيشة الهباب دي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. رقم 3، هو كسل عن اعطاء الحقوق. كل طرف فينا بيبقى له حقوق على التاني ادام حصل زواج، حقوق نفسية وحقوق جسدية. بيبقوا منعين بعض تماما هما الاتنين من الحقوق النفسية، زي الاهتمام، زي الحب، زي المودة، زي الرحمة، زي السكون والسكينة والهدوء. بيحرموا بعض من الموضوع ده، زائد كمان ان هما ممكن يحرموا بعض من العلاقة الحميمة. بيمطلوا هما الاتنين في ان هما يدوا لبعض الحقوق الشرعية اللي ربنا قال عليها، مماطلة شديدة قوي من الطرفين. فده بيعمل ايه؟ ده بيبوظ العلاقة وبيقلبها بعند. زي ما انت حرمتيني من كذا، طب انا هحرمك من كذا. لا انا مكسلة النهاردة ان انا اظبط البيت، لا انا مكسل النهاردة ان انا انزل اجيب طلبات البيت. في المماطلة عاملة ازاي؟ فالمماطلة بتجيب مماطلة، فالعلاقة بتبوظ. رقم 4، هي الدفاعية. كل واحد في التاني بيدافع عن نفسه، انا ما بغلطش. شايفه يا ست هانم الغلطه اللي انت عملتيها؟ طب ما انت كمان عملت كذا. لا انا ما عملتش. الاتنين بيشوفوا بعض ان هم ملايكه ما بيغلطوش، وبيدافعوا عن بعض باستماته، وممكن كمان يلقوا اللوم على بعض. بتقول له ما انت السبب، يقول لها يا سلام ما هو انت السبب، ما هو انت اللي خليتيني اعمل كده، وهي تقول له طب ما هو انت اللي خليتني اعمل كده. كل واحد بيدافع عن نفسه، ما فيش حد بيرخي من الاتنين، كل واحد بيدافع عن نفسه ان هو الصح في كل حاجه، بيدافع دفاعية مش طبيعية، بيدافع باستماتة. وممكن كمان يكون واحد فيهم هو عارف من جواه ان هو عنده الغلط وبيكابر عشان هي عمالة بتدافع عن نفسها، فما يغلطش نفسه ويكابر هو كمان. شفت العلاقة واصلة لفين؟ صعب المعيشة، صعب المعيشة، بتلاقي على طول الطلاق للأسف حاضر. فأنا بقول لك الحاجات دي عشان تاخد بالك، ارخي دايما، بلاش قلة أدب وازدراء، بلاش مماطلة، بلاش دفاعية، بلاش نقد هدام ومستمر للطرف اللي قدامك، علشان الحياة تمشي ما بينكم انتوا الاتنين.